بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أهم 3 أسلحة عند الجيش الأوكراني يخشاها بوتين وروسيا، ربما تؤدي إلى هدم أسطورة الجيش الروسي. يعني إذا هزمت روسيا في هذه الحرب وفشل الجيش الروسي في دخول أوكرانيا أو احتلال أوكرانيا، ستكون فضيحة ونهاية روسيا كقوة عالمية. وطبعا هذا سيؤدي إلى سقوط بوتين، ده احتمال كبير جدا، لأنه الشعب الروسي ممكن يخرج ضده. وكما يقول المثل المصري: لما البقرة بتقع سكاكينها بإيه؟ بتكثر. فإذا بوتين الآن يعني أمامه حلين: إما ينتصر في أوكرانيا أو يحاصر أوكرانيا ولا يدخل حرب. لكن لو دخل حرب لابد ينتصر. إذا لم ينتصر بوتين انتهى، الجيش الروسي أسطورته انتهت والناس هتشجع عليه. تعالوا نبدأ، وده حصلت في التاريخ وفي التاريخ الروسي، أن دولة صغيرة مثل فنلندا هزمت روسيا، الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين. تعالوا نبدأ. أول سلاح يخشاه الجيش الروسي هو صواريخ ستينجر الأمريكية المضادة للطائرات. ممكن تحول الطائرات الروسية إلى قطع خردة تتساقط. أمريكا أرسلت اليوم، أو مش ليس أمريكا، هي ليتوانيا أرسلت من عندها صواريخ، هذه الصواريخ الأمريكية. طبعا هي ضمن أسلحة حلف الناتو، وأمريكا أذنت لها بأن هي تذهب. كما نشاهد هذه طبعا أوكرانيا عندها الآن العديد من هذه الصواريخ، والصواريخ دي كما نشاهد هذه الشحنة، هذه الشحنات هي صواريخ ستينجر وبيجري تحملها. هذه الصواريخ يا جماعة دي صواريخ مضادة للطيران، محمولة على الكتف، ممكن يشغلها عسكري واحد أو يشغلها عسكريين. وهذه الصواريخ بتضرب لارتفاع مدى 5 كيلو متر، ارتفاع 5 كيلو متر. فأي الطائرات الهليكوبتر الروسية تستطيع إسقاطها. الطائرات التي تطير على ارتفاع منخفض تستطيع إسقاطها، وبالتالي ممكن تسبب مشاكل كبيرة. وطبعا إذا تساقطت الطائرات الروسية أو الهليكوبتر أو الطائرات على ارتفاع متوسط هتكون طبعا فضيحة لروسيا. وهنا روسيا هي داخلة في مع دولة صغيرة أوكرانيا، فمفروض روسيا تريد أن تظهر هيبة كبيرة وكذا. فإذا أحسنت أوكرانيا استخدام هذه الأسلحة هتبقى هيبة روسيا. طبعا ممكن إطلاق هذه الصواريخ من على المركبات، وهذه الصواريخ استخدمت في أفغانستان. يعني المجاهدين في أفغانستان استخدموها ضد الجيش الروسي. المخابرات الأمريكية زودتهم بهذه الأسلحة المحمولة على الكتف، أسقط أكثر من 250 طائرة روسية أيام الاتحاد السوفيتي. وركعت روسيا على قدميها في أفغانستان وانسحبت ذليلة مكسورة. وبعد عامين روسيا انسحبت 1989، بعدها بعامين 1991 انهار الاتحاد السوفيتي وفقد بريقه وقوته. فكما كانت أفغانستان نهاية للاتحاد السوفيتي وأدت إلى تفككه ونهاية أسطورة الجيش الأحمر الذي لا يقهر، ممكن تكون أوكرانيا هي أفغانستان الأوروبية في أوروبا الناحية الأخرى. لكن عنصر الإنسان هنا، الأفغان ده شعب مسلم، وأنا قبل ما أقول شعب مسلم أقول شعب جبلي مسلم. يعني اجتمع فيه صفتين: أنه شعب شرس وشعب يقدس الحرية، والأفغاني يموت ولا أحد يذله أو يتحكم فيه. يعني ما فيش حاجة اسمها عنده عيش نملة تاكل سكر أو امشي تحت الحيطة أو كلام من هذا ليه. يعني كل الثقافة الشعبية المصرية بتاعتنا الأفغان ضدها. فالأفغاني ده يقول لك لا، عيش يوم، ده عندهم مثل كده: أن تعيش أسدا يوما خيرا من أن تعيش فأرا أبد الدهر. الشعب الأوكراني إيه ثقافته؟ هو شعب مسيحي، لكن هل هو شجاع؟ هل هو جبان؟ هل هو كذا؟ يعني ما هي الروح المعنوية؟ مستعد يقاتل ويضحي كما الأفغان ضحوا وقاتلوا وكذا؟ دي أمر يتضح. إذن ليس السلاح وحده الذي يحسم المعركة. ما الجيش الأمريكي أقوى جيش في العالم كان في أفغانستان وخرج، والأفغان اللي انتصروا. فإذا لا نستطيع أن نقول إنه إن المسألة إنه معهم صواريخ ستينجر إذن سينتصرون. لما تبدأ الحرب سوف نرى الإنسان الأوكراني كيف سيكون. طيب هنا طبعا كما بنشاهد طبعا الأفغان بهدلوا روسيا، بهدلوها يعني أذلوها.
أذلوها وكسروا كبريائها يعني. ولكن طبعا أفغانستان بلد جبلية وفيها شعب شرس وشعب مسلم كما يعني. الناس دي بتقول لك أنا عاوز أموت، أنا رايح الجنة. لكن هل الأوكراني عنده نفس الإيمان؟ الله أعلم. هنا طبعا يعني الرسومات لسقوط الطائرات الروسية، وكما نشاهد يعني الرسمة انه في طائرة سقطت هنا والطائرة الاخرى، ويعني الطائرات الروسية عبارة عن طوابير من كلها تتساقط كالذباب في افغانستان. فبالتالي هنشوف نرى مصير الطائرات الروسية، وهل هيبقى فخر الصناعة العسكرية الروسية في الوحل ولا لا. طبعا نحن شاهدنا روسيا انضربت ضربة كبيرة في سمعتها في ليبيا لما شاهدنا الطائرات البيركدار وهي بتدمر منظومات الدفاع الجوي الروسية. ففضيحة يعني، هزت سمعة روسيا. هم في إدلب في سوريا، هم في قرباخ في أذربيجان. فروسيا تعتبر أخذت 3 صفعات مهينة للكرامة. صحيح لا تدمر روسيا ولا شيء يعني، لكن مهينة، أسقطت هيبة روسيا. فالآن ده بقى أنت داخل الجيش الروسي بقوات، يعني لا يقول عبر شركة فاجنر ولا عبر كذا، ولا هؤلاء هم ما هم في ليبيا قالوا والله في ضباط إماراتيين شغالين على المنظومات الجوية الروسية بنتسير وهم الذين لم يستطيعوا تشغيلها. طب الآن بقى مين اللي هي أنتوا؟ روس وضباط روس وجنود روس وأسلحة روسية. فليس لروسيا أي حاجة يعني، ليس أما تنتصر أو تنتحر يعني. دي الطائرات الروسية اللي هم حاجينها، طائرات كثيرة جدا على الحدود مع أوكرانيا حاجينها في بيلاروسيا. طيب هنا طائرات الهليكوبتر الروسية إلى أي مدى هتكون ناجعة؟ هل سيجري تدميرها بسبب صواريخ ستينجر الروسية؟ الأمر الذي يخشاه الجيش الروسي هو صواريخ جافلين الأمريكية. دي صواريخ مضادة للدبابات، يعني RPG. يعني الRPG هو ده السلاح الروسي اللي احنا استخدمناه في مصر ضد إسرائيل، الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر، وعملنا مقبرة الدبابات. الأمريكان عندهم صواريخ جافلين للمضادة للدبابات. طبعا احنا فاتنا نقول انه الشعب السوري طلب وألح على المجتمع الدولي اللي حريص على حياة الإنسان، وردوا لنا يا جماعة اتركونا نشتري مضادات طيران. رفض، قال لك يباد الشعب السوري كله مفيش مشكلة. لكن هنا الأمريكان سمحوا لأوكرانيا بأن هم يستوردوا هذه الصواريخ يعني. طيب هنا الطائرات الهليكوبتر الروسية هل هتكون مذبحة للهليكوبتر الروسية؟ سوف نرى هذه الأمور يعني. هنا صواريخ جافلين الأمريكية هي المضادة، ودي طبعا الآن أوكرانيا استلمت كثير منها وهي مستخدمة في حلف الناتو. السلاح الثالث الذي تخشاه روسيا يمكن يدمر الجيش الروسي هو الأسلحة التركية. كما نعلم الرئيس التركي أردوغان زار منذ أسبوعين أوكرانيا وعمل اتفاقية في التجارة الحرة وكذا، وهذه الزيارة معناها أن تركيا بتقول أنا مع أوكرانيا، لأنه بوتين طلب من أردوغان قال له لا تورد السلاح التركي اللي هناك، وده إقرار من روسيا. أدي انظروا، أدي تركيا باعت كما نشاهد الطائرة الجديدة اسمها أكينجي، وأكينجي هتبقى دي أول الطائرة التركية هيكون أول استخدام لها. الأوكرانيين رسموا عليها الصليب بتاعهم وهيكون هذا أول استخدام، وطبعا هي شركة بايركدار. تركيا سلمت الشحنة، بوتين اتصل بأردوغان وقال له يعني ما في داعي، وحتى بوتين نشر الكلام ده الكرملين في بيان. فأردوغان قال له والله احنا بنبيع الأسلحة وبعد أن نبيعها لا سلطة لنا عليها. انتوا يا روسيا ما بتبيعوا أسلحة، احنا لحفتر وغير حفتر بنقول لكم يا روسيا لا تجعل من يشتري أسلحة كذا، لا انت أحرار، فاحنا تاجر. طبعا هذا الكلام يعني عمليا يعني رفض بأسلوب مهذب يعني. لكن طبعا ما في دولة بتبيع سلاح إلا لو يستخدم إما لمصلحتها أو إن هي مستفيدة ماديا تاخد فلوس. لكن إن في دولة بتبيع سلاح يستخدم ضدها أو ضد مصلحة، لا طبعا. واضح؟ طيب وهنا طبعا الطائرات البيركدار دي اللي تركيا استخدمتها في ليبيا وضربت بها الدفاعات الجوية والدبابات الروسية، بهدلت روسيا في ليبيا وفي إدلب وفي قرباخ. فماذا ستفعل؟ احنا طبعا على فكرة عشان نبقى قاعدة، هذه الطائرات نجحت اللي هي بيركدار. طبعا الإكنجي لم تستخدم،
طالما السلاح لم يجري استخدامه وتجريبه على أرض الواقع فنحن لا نستطيع أن نحدد. لما يجري استخدامه هنقول إيه والله نجح حملاه. البيرقدار استخدمت ونجحت في 3 دول، في أذربيجان وأرمينيا، في إدلب، وكان حتى الواد الشيعي اللي بتاع إيران اللي في الميليشيا الشيعية بيقول لك إيه حصدونا حصد ومات يعني اللي هي الطائرات دي، وفي ليبيا. فهي نجحت. الآن روسيا هل استطاعت أنها تكتشف ثغرات لها؟ هل روسيا استطاعت أن هي تسد ثغراتها؟ روسيا طلعت منظومة البانتيسير للدفاع الجوي في الخارج، خلاص لم تعد مستخدمة في الجيش الروسي، وطلعت روسيا بيان وقالت احنا هنستخدم منظومات جديدة وكذا. الذي نبدأ أن نقوله أنه أنت النهاردة لو تركيا متقدمة الآن لا نستطيع بعد يوم أن نقول أنها لا تزال متقدمة. انتبهوا. ونفس الأمر على روسيا. يعني هذا سباق يا جماعة، الناس بتجري، اللي ينتظر سنة الآخر هيسبقه. إلى أي أمر تسير الأمور احنا هنشوف الحرب. فالحرب هي الميدان الفعلي لتجريب الأسلحة والإنسان، الإرادة والعزيمة وصراع العقول. روسيا أيضا تحسبا نقلت إحدى غواصاتها إلى يعني ناحية جزيرة القرم بحيث أنها تحكم الحصار وتستطيع أنها تقصف أوكرانيا. هنا في قناة الجزيرة روسيا تستدعي أخطر غواصاتها، وأوكرانيا تتسلم صواريخ ستينجر الأمريكية. هنا كما نشاهد الغواصة الروسية اسمها روستوف نادونو، وهي بتعبر مضيق البوسفور أمام اسطنبول، وصورة يعني مهينة لنا كمسلمين. يعني طبعا هو مضيق البوسفور هو ممر دولي، ولكن السلطان محمد الفاتح رحمه الله ظل من بعد محمد الفاتح إلى تقريبا 250 سنة هذا المضيق مضيق إسلامي ممنوع أي سفينة حربية غير مسلمة تعدي منه تمر منه، إلى أن هزمت، جاء سلاطين ضعاف، هزمت الدولة العثمانية وفرض حرية الملاحة. كان في عهد الدولة العثمانية فيه بحار إسلامية مغلقة. البحر الأسود كان بحيرة اللي هو بتاع أوكرانيا هذا كان بحيرة إسلامية مغلقة، البحر الأحمر كان بحيرة إسلامية مغلقة، الخليج العربي كان بحيرة إسلامية مغلقة، شرق البحر المتوسط كان يعني شبه يعني مغلق. يعني حتى احنا بنشوفنا الجزائر فرضت عقوبات على أمريكا، وليبيا فرضت عقوبات على أمريكا وكذا، لكن بعد كده المسلمين ضعفوا بقى احنا اللي بيفرض علينا عقوبات، وأصبحنا بندفع الجزية وبننضرب على قفانا بالجزمة ونشيل الحذاء ونعطيه لروسيا ولا الصين ولا أمريكا، واللي عاوز يضربنا يضربنا يعني. المهم هنا السفينة بتعبر هيت من أمام المسجد، وأعتقد ده مسجد السلطان سليمان القانوني رحمه الله، المسجد الأربع مآذن هو مسجد سلطاني. يعني المساجد في اسطنبول، مساجد في تركيا لها 4 مآذن تبقى مسجد سلطان، يعني اللي بناها سلطان. طبعا دي ظاهرة جيدة أم سيئة؟ لا سيئة. ليه؟ لأنه كان ممكن بالمآذن الثلاثة الأخرى يبني مسجد آخر. فهمنا؟ يعني العبرة الدول لما بتبقى قوية بتبقى غنية، فبتبدأ تصرف فلوسها في إيه؟ في الشياكة وكذا، وتبدأ تنهار. طيب هنا كما نشاهد أيضا الغواصة الروسية وهي بتعبر، ده طبعا العساكر الروس من فوقها والبحارة الروس، وبعدين هنا نشوف بقى الولد العسكري أو الضابط الروسي وهو بينظر من الفتحة، وهو طبعا الولد أهو لأنه هو بجواره هذه العلامة النجمة، هذه علامة النجمة هي. وهنا طبعا صورها وهي بتعبر من ده أسفل الكوبرا هي كما بنشاهد. هنا بقى سيدة أوكرانية بتتدرب، عجوز أوكرانية تتدرب على السلاح. فإلى أي مدى معنويات الشعب الأوكراني أنه يقاتل ويدافع عن بلده؟ وهل أوكرانيا تستطيع أن تنتصر؟ الإجابة نعم، إذا قرر الشعب الأوكراني أنه يريد أن ينتصر ويريد أن يدفع الثمن. أي شعب يريد أن يدفع الثمن في الغالب بينتصر. احنا لدينا نموذج وهو فنلندا. فنلندا دولة صغيرة عدد سكانها أقل من 10 مليون، وحصل حرب، في الحرب حاجة اسمها غزو فنلندا أو حرب الشتاء في الثلوج في القطب الشمالي. الجيش الروسي أيام الاتحاد السوفيتي أيام ستالين دخل يحتل فنلندا، وفنلندا في ذاك الوقت عدد سكانها تقريبا 5 مليون، يعني شرح في القاهرة. فماذا أمام الاتحاد السوفيتي الضخم؟
لكن حقق الشعب الفنلندي قاتل بشراسة واستبسال فيما عرف باسم حرب الشتاء، وطبعا على الزلاجات، كانت الحرب على الزلاجات، وسحقوا روسيا، سحقوها. روسيا لم تستطع أن تحتل إلا قطعة أرض من فنلندا، وفنلندا هزمت روسيا 6 شهور حرب كلها في الثلوج، وقتلوا من الروس 150 ألف جندي، وفشل الجيش الروسي في أن يتقدم في فنلندا. فكانت النتيجة أنه جرى توقيع صلح بين فنلندا وبين الاتحاد السوفيتي. لما هزم الاتحاد السوفيتي في هذه الحرب على يد الدولة الصغيرة فنلندا، هذا شجع هتلر ألمانيا أنه تعلن حرب على الاتحاد السوفيتي، وبالفعل هتلر انتصر، وصل انتصاراته، لولا أنه وقع فيه كارثتين، أنه ارتكب أخطاء عسكرية، وليس هذا موضوعنا الآن. الأمر الثاني أنه الأمريكان دخلوا طبعا دمروا ألمانيا. لو أمريكا بمواردها وسكانها لم تدخل هذه الحرب لكان زمان موسكو الآن تدار من برلين يعني. المهم يعني احنا عاوزين نقول ايه؟ لما روسيا هزمت في حرب فنلندا، ده جلب عليها كارثة الاحتلال الألماني، لولا أن أمريكا والإنجليز أنقذوه. لأن أمريكا والإنجليز أرسلوا أسلحة لروسيا وناقلات جند ومعدات فهم اللي أنقذوا روسيا، وإلا كانت انتهت في الحرب العالمية الثانية أمام الألمان. أنا كما شاهد في هذه الخريطة، روسيا طبعا هنا موسكو، فهم أرسلوا قوات وأرادوا أنهم يدخلوا فنلندا، ولكن فنلندا سحقتهم سحق، هزموا. بعد ما هزموا وعملت اتفاقية سلام مع فنلندا، طبعا ألمانيا عملت ايه؟ ألمانيا دخلت تضرب في روسيا، فعلى طول بريطانيا طبعا في هذه المنطقة يعني، فبريطانيا أرسلت الأسلحة هي وأمريكا للروس من الشمال، وهكذا يعني أنقذوها بعد الغزو الألماني يعني. في الختام تعالوا نشاهد الأغنية الحماسية الأوكرانية أوكراينا، نحن دائما هنا لحماية أوكرانيا، فلنشاهد. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيلم عن اسمه الجليد والنار، فيلم وثائقي عن انتصار فنلندا على روسيا، وأنه المقولة بأنه في جيش ضخم وقوي هينتصر على شعب صغير غير صحيح. دي فنلندا. عندنا أفغانستان انتصرت على الإنجليز بريطانيا، وانتصرت على الاتحاد السوفيتي، وانتصرت على الأمريكان. فأرجو أن احنا نشاهد هذا الفيلم. وهنا فهرس بفيديوهاتي على اليوتيوب، أرجو أن تشاهدوها. وأسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وأنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأئمات في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.